الو، ايه يا حبيبي؟ عامل ايه؟ وحشني. هتجيب رقم جلوسي؟ بتقول ايه؟ جبت كام؟ ايه يا عم الرقم ده يا عم؟ ايه ده يا عم؟ ده انت كنت تروح تمضي غياب وتمشي ولا ايه؟ انت عارف لما انا كنت في سنك صحوني من النوم يوم النتيجه، قالوا لي الحق تجيب 56. قلت لهم في الفيزياء ايوه لا في المية. ايه يا ابني؟ ايه المجموع ده؟ مش خسارة في مستقبلك يا ابني؟ طب انا اقول للواسطه ايه دلوقتي؟ مش نافع، ما هي باينها كده. الكلام ده وغيره من الكلام الكتير السخيف اللي ممكن يطلع من اي حد مش عارف اللي فيها ولا حاسس بيك ولا يعرف اي حاجه عنك، مجرد بس ان هو نط لك يوم النتيجه وقام قايل لك الكلمتين دول. الكلام ده يخليك تحس ان الدنيا سودة في عينيك، وان انت افشل انسان على الارض، وان الدنيا بالنسبه لك خلاص انتهت. الموضوع وما فيه باختصار ان هي عمرها لا بالمجموع ولا بكليات القمه ولا غير قمه ولا باي حاجه خالص من اللي حواليك بيحاولوا ان هم يوصلوه لك. خليك عارف ان انت اجتهادك كشخص وتركيزك على نفسك وعلى شغلك اهم بكتير جدا من اي كليه انت موجود فيها. خد بالك من حاجه مهمه، دلوقتي كل المجالات اللي بتجيب فلوس سواء في مصر او بره مصر مش معتمده اصلا على الكليه اللي انت فيها دي او اللي انت ناوي تخشها. معلش يعني لو الكلام ده هيسبب لك صدمه، وان هي في الاساس معتمده على شغلك انت على نفسك، ان انت تعلم نفسك بنفسك. لازم تعرف كويس جدا ان انت كطالب لسه مخلص ثانويه عامه وهتخش خلاص تبدا حياتك كطالب جامعي في الكليه، لازم تعرف ان اي مجال انت حابه اعتماده الاساسي بيبقى على شغلك انت على نفسك واجتهادك ومذاكرتك في المجال ده. ما تعتمدش على الكليه بتاعتك في حاجه. وعندك مجالات كتير بقى، مجالات كتيره مش هعدلك بقى. انت عندك مثلا برمجه، اي حاجه جوه مجال الميديا، الديجيتال ماركتنج، ترجمه، مجالات كتيره جدا جدا كلها معتمده اعتماد اساسي على اجتهادك انت الشخصي، وان انت تقعد تحفر وتدور على طرق المعرفه ديت مش هتلاقيها في الجامعه. انت دي حاجات انت هتلاقيها انت بتدورك الشخصي، ان انت ممكن مثلا انت تلاقي حد اكبر منك في المجال ده فتتعلم منه، هو يدلك بقى على الطريق ده، وده هنتكلم فيه بعدين. فانا عايزك ما تحبطش، ما تحسش بقى ان انت حلمك ضاع منك والمستقبل خلاص ده ملامحه ضاعت واتدمر واللي قدامك ضلمه والكلام ده. لا يا عم، انت لسه بتبدا طريق، دي مرحله في حياتك، انت لسه بتقول يا هادي في مستقبلك. ولازم تعرف ان الحلم عمره ما كان في كليه معينه ولا عمره ما كان في جامعه معينه. الحلم دايما ان انت تنمي من نفسك، ان انت تبقى انسان مثقف، انت تبقى انسان طالما انت بدات قلت مثلا انا هبدا في المجال ده او شغفي في حته معينه، اللي انت تبقى تسعى ان انت تبقى مميز في ده. فانت لازم من دلوقتي انت تركز على نفسك وبس، ازاي تقومها، ازاي تطور منها وتطور من مهاراتك، ازاي تنميها، وازاي تنمي قدراتك العقليه، قدراتك النفسيه، لان هو ده مفتاح نجاحك بعد كده. ولو على الكليات يا سيدي، فاكم من دكاتره خلصوا كليتهم وتخرجوا وفشلوا في مجال شغلهم، واكم من مهندسين طلعوا زي البلاليس ولا فاهمين اي حاجه في اي حاجه لا بعد التخرج ده، عرفوا يتخرجوا اساسا من هندسه. مش كل الناس عارفه ان انا كنت في هندسه وفشلت، يعني ممكن ابقى احكي قصه فشلي دي بعدين. قال لي الوداع وهقول له ايه؟ هو الوداع يتقال في ايه؟ طب اختارني ليه واخترته ليه؟ فانت قبل اي حاجه لازم تحط في بالك حاجه مهمه جدا، رب الخير لا ينسي الا بالخير. فانت لازم انت يبقى عندك يقين في ربنا، وان ربنا بيرسم لك طريق الحكمه معينه، ربنا وفقك للطريق ده الحكمه، ربنا قفل عنك الطريق ده الحكمه. انت مش عارف انت ايه اللي مستني، كل عليك ان انت تسعى وتجتهد وان انت تبقى رقم واحد في اللي انت فيه دلوقتي. فانت ارمي اللي فات ورا ظهرك وفوق لنفسك، وانسى بقى موضوع مجموعه والكلام ده كله، لان اللي جاي مهم، اللي جاي لازم انت تهتم بيه شويه. نيجي بقى لنقطه مهمه جدا، وهي نقطه الاهالي واولياء الامور. انت كأب او ام ماشي، انت ليك دور اساسي في دعم ابنك او بنتك. هيلاقي الدعم النفسي منين؟ الدعم معاه منين؟ انت اول مصدر ليه، انت اول مصدر للدعم النفسي لابنك، وان انت تحسسه بالامان النفسي. ليه مثلا اقرا خبر ان الطالب ثانويه عامه انتحر بعد النتيجه لان اهله عنفوه، او ان مثلا طالبه رفعت ورقه مكتوب خط الايد ان ابوها بيلومها على مجموعها بعد كل المصاريف دي وعمال يقطم فيها. طب يلا بقى ايه، هتقعدي بقى تغسلي وتنشري، واول عريس يجي لك هنجوزه لك ايا كان هو مين. هو في ايه؟ انتوا كاهل ربطتوا مصير ابنكم او بنتكم بشويه ارقام جابها، شويه مجموع جابها. لازم برضو تعرف انت كولي امر، خلينا نتكلم بواقعيه شويه في الزمن اللي احنا فيه. يعني خلاص موضوع الشغل بالشهاده والوظيفه والكلام ده مش هو ده دلوقتي اللي بيعمل مستقبل، ومش هو ده اللي بيعمل دلوقتي كارير. يعني جو بقى موظف ان انا من 8 ل 4 واروح بقى شايل البطيخه في اخر اليوم وجايب الاتوبيس بقى عرقان وحران الكلام ده، ومستني بقى المعاش بعد 40 سنه والحوارات دي مفيش دلوقتي، مفيش.
مفيش دلوقتي. هو دلوقتي الشاطر في المجال ده اللي يعرف يجيب فلوس، سواء من عمل حر او من وظيفه. نعم وظيفه بس تبقى مرموقه شويه، مجالها نادر ومطلوب. فانت لما تنمي مهارات ابنك وتستثمر في ابنك بغض النظر بقى عن مجموعه وعن النتيجه وعن يطلع هو يبقى ايه، شغال في حاجه مطلوبه وحاجه نادره، يبدا ان هو يحسن من دخله، يحسن من معيشته، يحسن من نفسه. فهو ده اللي انت لازم تركز عليه كأب او كأم. فانت قدر تعب ابنك في السنه دي كلها، قدر تعب بنتك يا حاجه، معلش مش هقول حاجه، قدر تعب بنتك يا طنط يعني. امشي انا امشي غور امشي يا ابني يا جماعه يعني قاعد سنه كامله في ضغط وقله نوم وسواد تحت العين وارقاد الضوافر ومش عارف ايه في الشعر وايه في حاجات بتطلع بشره وارهاق وكل ده في الاخر يعني تقطمه بكلمتين عشان اقل كام درجه. ما يا عم مش بايده يا عم والله. انت لو ابنك لو ابنك فعلا تعب مش بايده خلاص طبطب عليه وبتاع. وزي ما قلنا ايه، شوف اللي جاي بقى، شوف اللي جاي بقى يعني، شوف اللي جاي لسه في كتير، لسه في الحياه مليانه فرص. افرحوا بولادكم، افرحوا بولادكم، فرحوهم خلاص. ما تكسرش بنفسه، ما تكسرش بنفسه يعني، عشان هو هيفتكرها لك لما يكبر. خلي بالك انا جوايا نار يابا، جوايا بركان في ايه؟ طب بص لي كده ليه؟ اما بقى بالنسبه للقرايب والصحاب والمعارف والجيران والحبايب واي حد معدي في الشارع بينده ابنك جاب كام يا حاج والكلام ده كله، في ايه ما تسيبوا الناس في حالها. سيب تقطموا العيال ليه؟ انت مالك جاب كام ولا عمل ايه؟ ما تقول مبروك وانت ساكت. في ايه يا عم؟ كل واحد يركز في خيبته وخيبه عياله. هتخرجونا على الشعور. انت مالك جاب كام ولا هيخش كليه ايه ولا هتعملوا ايه في التنسيق ولا ما تسيب يا عم الناس في حالها. قول مبروك، لو في ايدك تساعد ماشي، مش في ايدك قول كلمه طيبه وخلاص واسكت بقى. انت هتنظر على الناس؟ ما كل واحد يخليه في نفسه، كل واحد يخليه في حاله، ما حدش بيشيش ايد حد. ونهدى بقى شويه، اهدى بقى. كتابا للموضوع بصراحه انا عايز اقول حاجه صغيره، يعني كون ان انت عملت اللي عليك فده بحد ذاته نجاح. كون ان انت صبرت 10 شهور ولا 11 شهر، كون ان انت تلتزم كل المده ديت رغم كل الاحباطات، رغم كل القلق اللي انت عشته ده كله، اللي انت وصلت للاخر للمرحله دي، فده بحد ذاته انجاز. قليل قوي اللي بيبدا حاجه وبيكملها للاخر. فدي مهاره انت مش واخد بالك منها، هتفيدك بعد كده وهتعرف قيمتها لما تتحط في ضغط شغل ولا تبقى بتذاكر لمجال صعب. بس ان انت تفضل صابر وتمسك نفسك علشان توصل لحاجه، ده بحد ذاته انجاز كبير. لازم انت تفخر بنفسك، لازم انت تحب نفسك وتتقبلها. اول خطوه للنجاح انك تتقبل نفسك. وانا ممكن بفكر يعني ممكن في مره ابقى احكي تجربتي في الموضوع ده في فيديو، لسه بفكر صراحه ما قررتش يعني. فممكن ندردش شويه في الموضوع ان انت تتقبل نفسك ده وتنجح وتقع وتقوم والكلام ده كله. فكلنا عندنا قصص، وانت هيبقى ليك قصه هتحكيها بعد كده. الثانويه العامه دي مش اخر مطاف، لازم انت تفتح صدرك توسع خلقك، لان اللي جاي لا في راحه ولا بالراحة ولا تخاف. ألف مبروك للجميع خلاص. وأنا بصراحة يعني في بالي فترة أعمل فكرة سلسلة فيديوهات كده، عايز أخد رأيك فيها برضه. إيه رأيك لو جبت واحد من كل مجال من المجالات حريف في المجال ده ويحكي قصته إزاي تبدأ فيه، يعني كتراك كده تمشي عليه واحدة واحدة من زيرو تو هيرو. إيه رأيك؟ يعني سمعونا رأيكم كده إن شاء الله. وأنا إن شاء الله الفكرة دي في كام واحد في بالي كده، في كام مجال حلوين كده، ناس شاطرة وجامدة جدا يعني، ممكن نجيبهم كده نعمل معاهم فيديوهات. يلا تنساش بقى ايه الفيديو لو عجبك تشيره، تقول لي رايك وتقول لي مجالات اللي حابب اتكلم فيها. ان شاء الله مش هحكي فيديو.